السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احبابي عاملين ايه؟ النهارده بقى قلنا نعمل معاكم الطعمية اللي هي بالفول مش بالحمص. عملناها طالعة جميلة وخضرا ازاي وزي الفل، وطرية وهشة من بره وجميلة جدا، بطريقة سهلة وبسيطة تعمليها في بيتك. جبنا طبعا حوالي انا عاملة كده ربع كيلو فول مدشوش بتجيبيه من عند العطار. عايزة تعملي مثلا كمية صغيرة كمية كبيرة حسب ما انت عايزة، وبرده بتعمل معاكي بتزود الكمية بتضاعف معاكي. معايا كده بدأت نقيت الفول كويس طبعا من اي حباية زيادة فيه وحشة او كده، وغسلته كويس ونقعته حوالي يوم كامل من الصبح بالليل او من الصبح لتاني يوم الصبح حسب ما انت عايزة. والخضرة عندي كرات، واخدة ربطة كرات اللي هو المصري، ومعايا خضرة بقدونس وكزبرة واخدة يا دوبك كده حفنة كده، ومعايا بصلاية وثلاث فصوص توم. ومعايا هنا الفول بعد ما صفيته من ميه وبعد ما اتنقع وخد اليوم الكامل. بدات نزلت كده المكونات بتاعتي على بعضها، طبعا ما بحطش التوابل في الوقت دوت، انا كده كده بحط التوابل لما باجي احمر الطعميه. قطعت البصلايه بتاعتي 4 او قطع بالشكل ده. ما تنسوش بقى يا حبايبي لو عجبكم الفيديو بالاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس. شايفين حبايبي وكل اللي ما بيشاهد اللي لسه بيشاهدني ومش عارف قناتي، انا قناتي سهل ولذيذ مع وفاء، قناه بسيطه وبنعمل فيها كل حاجه سهله وبسيطه. ما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو وكل اللي بيعجبه حاجه عايز يتابعها عندي يشوفها على القناه. بدات كده نزلت في الكبه. انت عندك برضو لو ما عندكيش كبه ممكن خلاط وتزودي نص كوبايه ميه عادي وبتضربيها فيه بتبقى حلوه برضو. انا بدات نزلت بالكبه بتاعتي المكونات ملخبطه ببعضها بالشكل ده وحطيتها في الكبه، وهبدا بقى اضرب كل المكونات بتاعتي مع بعضها. بصوا ما شاء الله الكميه اتضاعفت ازاي ولسه هتتضاعف. شايفين حبايبي عملنا ما شاء الله الطعميه، بنروح نجيب القرص الطعميه الواحد الصغير بجنيه او ب2 جنيه. انت النهارده عملتي طعميه ببيتك هتعمل معاكي وتعملي وتخزني منها في التلاجة بتفرزيها وبتحطي معاكي وتطلعي كيس بكيس صغير تعملي الوجبه بتاعتك. ممكن تنفعك فطار، ممكن تعمليها جنب غدا، جنب اي حاجه انت عايزاها تتغدوا بيها برضو، اكله حرشه كده حلوه مع بطاطس بتبقى جميله جدا. بدأت كده أنا نزلت بالمكونات بتاعتي كلها في بولة بالشكل ده، هاخد منها جزء صغير أحمره معاكم وتشوفوه، والباقي طبعا هفرزه أو هحطه في كيس أعمله مرة تانية. طبعا أنا مش عاملة الكمية الكبيرة اللي تخليني أفرزها كلها، أنا هعملها مثلا على مرتين تلاتة. ببدأ ممكن تسيبيها في رف التلاجة الفوقاني الجزء اللي هيفضل معاكي وتعمليه تاني يوم عادي، بس ما تسيبهاش أكتر من يوم أو يومين. يعني ما تسيبهاش أكتر من يومين في الصيف ده بتبقى مش حلوة. انت هتعملي الكمية بتاعتك هتطلعها من الفريزر تفك وتعمليها أول بأول. بدأت كده هنزل بكزبرة ناشفة، كمون، فلفل اسود، ملح. وعندي طبعا الزيت على النار يا دوبك يسخن حلو ويبدأ يقدح معايا. هبدأ انزل بقى بالطعمية بتاعتي واعمل الاقراص اللي انتوا هتشوفوها. عايزه بقى طبعا لو ما عندكيش ما عندكيش كربونات تزودي معلقه صغيره بيكنج باودر. معايا سمسم حطيت عليه معلقه، ودي تركايه برضو اللي حابب يحط كزبره ناشفه على السمسم. بدأت قلبت مكوناتي بالكربوناتو أو بالبيكنج باودر، وبدأت كده هبدأ بقى أقرص الطعمية بتاعتي وأحطها في الزيت. شايفين حبايبي شكلها عادي خالص ولا أي حاجة، على إيدك دي مرة وعلى إيدك دي مرة لحد ما تبقى قرص متساوي وتساوي من الجناب كده بالشكل ده. وعندك السمسم تاخدي بإيدك كده، طبعا إيدك مبلولة طعمية هتحطيها هيلزق معاكي على طول. شايفين حبايبي الشكل حاجة بمنتهى السهولة ووفرنا، وحاجة اقتصادية. أول واحدة طلعت معايا اتعوجت مني معلش، بس الباقي كله هيبقى مظبوط إن شاء الله. عشان الزيت كان سخن جدا ما قدرتش أقاوم بإيدي. طبعا بتبعدي إيدك مسافة برضو عشان ما إيه الزيت ما ينطرش عليكي. عايزة تعمليها بمعلقة وتعمليها كور صغيرة ممكن تتعمل معاكي جميلة جدا برضو. أبدأ بقى ما أقلبش إلا إذا خدت لون من تحت عشان أقدر أقلبها ما تفرولش. بدأت كده بعد ما حمرنا الكميه بتاعتنا دي، انا واخده كميه صغيره جدا اتحمرت معايا وطلعت بالشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين السمسم شكلها وهشه، وبص مش عايزه اقول لكم صوت قرمشه وانا بعملها، في صوت بتعمل صوت وانا بعملها احلى من اللي احنا بنشتريها بمراحل. ممكن انت تشتريها من عند المطعم يكون مزودين عيش فيها،